طيب، ليتكس. أم... الفيديو ده ممكن يكون بالنسبة لبعض الناس redundant ومش مفيد، بس يعني انا قلت اعمله عشان انا برضو كنت في مرحلة ما اعرفش الحاجات دي، ف كويس تبقى عارفها يعني. ايه هو ليتكس؟ اوكي، احنا لما نيجي نكتب اي دوكيمنت في العالم والتاريخ، يعني هتلاقي ان انت الناس الطبيعية اللي هي طبعا انا كنت اقول مش مهندسين، بس خليني بلاش اروح الحته دي يعني. الناس الافري داي يعني بتستخدم مايكروسوفت وورد، هو ده من يعني ده اكتر حاجه مشهوره. واللي طبعا بيستخدم لينكس بيستخدم بقى ليبرو اوفيس، اظن اسمه ليبرو اوفيس نوت باين، أنا مش عارف اسمه ايه، اللي هو الايكويفالنت بتاع وورد في لينكس يعني. ف ده كله كلام جميل ويحترم وكل حاجه، ولكن في اطار الريسيرش بطبيعه ان احنا في الريسيرش عندنا البيبرز بتاعتنا ريجيد شويه. يعني ايه ريجيد؟ يعني هي ليها ستراكشر ثابت، ولازم، ومثلا زي ما قلت قبل كده في جورنالز وكونفرنس معينه بتطلب انت لازم تستيك لسبمشن جايد لاينز معينه. سبمشن جايد لاينز زي ايه؟ خليني برضو اديكوا فكره يعني عشان برضو تبقوا اون ذا سيم بيج معايا. سبمشن جايد لاينز زي مثلا ان مثلا الابستراكت لازم يكون مثلا 250 كلمة، وان مثلا المارجن بتاع آه، المارجن لازم يكون مثلا 1.5، وان الفونت سايز لازم يكون مش عارف 13.5، ما اعرفش بقى، فاهم يعني؟ حاجات زي كده يعني. ان مثلا لازم يكون في ستراكشر معين للسكشنز، لازم تكون مثلا ابستراكت، وبعد كده انترودكشن، وبعد كده ميثودولوجي، وبعد كده ريزلتس، وبعد كده ديسكشن، وبعد كده كونكلوجن. لو عملت اي ترتيب غير دول هيقول لك انت ريجكتد حرفيا يعني. هو الموضوع مش بيبقاش فيه نقاش يعني، حتى لو انت عامل حاجه اللي هو يعني نفس الفكره وبتقدم نفس المحتوى وكل حاجه، بس دي حاجات دي ريجيد فيها شويه. حته السايتيشنز، لو فاكرين لما كنت بتكلم عن حته السايتيشنز لما فتحنا على جوجل سكولر، كان في كذا تايب يعني. كان في اللي هو اي بي اي، وكان في شيكاغو، وكان في كذا حاجه يعني. فاني واحده من دول استخدمهم ده برضو مرتبط بالسبمشن جايد لاينز. هيقول لك استخدم مثلا السايتيشن ميثود بتاعت اي بي اي، او بتاعت اي تريبل اي، او بتاعت شيكاغو، او بتاعت كذا 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 كده يعني. فدي برضو نقطه كمان. ف عشان احنا ناس ريسيرشرز يعني، وبقالنا في المجال يعني حبة حلوين. طبعا انا وانتوا يعني، طبعا انتوا ناس خلاص دخلتوا المجال، خلاص انتوا ريسيرشرز المستقبل. فمننا خلاص يعني، بقالنا في الحوار ده بقالنا كتير، وعرفنا الليله بتاعت الاستراكشرز والريجيديتي والكلام ده كله. فالناس قالت لك ايه، احنا هنستخدم او هنعمل، مش عارف بقى هنعمل او مش عارف صح الايتكس اللي عمله كان ريسيرشر ولا لا. بس يعني it would make sense لو هو اللي عمل ريسيرش، عشان هو خلاص بقى هو الديفاكتو ستاندرد بتاع الريسيرش يعني. فالليتكس بيبقى عامل ازاي؟ قال لك انا بدل ما اكتب دوكيمنت، بدل ما اكتب دوكيمنت واضطر بقى احط التكست واعمل له الاين واعمل الايمجز وبلا بلا بلا والصور والحاجات المارجن اللي تحت، واحط الكابشن، واعمل التيبل اوف كونتنتس في الاول ومش عارف ايه، واحط كفر بيج، واحط الاوثرز والكلام ده كله. وكده كده انا هعيد الستبس دي لكل بيبر انا بعملها، بس هضطر اعمل كل مره بتغييرات بسيطه عشان اساتسفاي الجايد لاينز بتاعت البيبر اللي بقدم فيها. الناس قالت لك ايه ده شغل بتنجان، وناس محترمه جدا صراحه يعني، عشان شغل بتنجان فعلا يعني. فقالوا لك ايه، احنا هنعمل اوبشن تاني، وهو ان احنا نستخدم حاجه اسمها ليتكس. ليتكس ده اللي هو ايه، او ليتك يعني، الناس بتوع ليتكس ليتك يعني الاثنين موجودين يعني. ليتكس بيقول لك انت اديني التكست والايمجز بتاعتك، ولو عندك تيبلز مثلا والكلام ده كله، ومالكش دعوه باي حاجه تانية، انا هظبط لك الباقي. هتظبطني الباقي يعني ايه ليتكس؟ يعني هاخد الكلام اللي انت اديتوني ده واحطه لك في الستراكشر اللي انت عايزه. انت عايزه ستراكشر للجورنال اللي اسمه مثلا Annals of Biomedical Engineering بتاع سبرينجر، ولا يهمك، زي الفل، معايا التمبلت جاهزه اصلا، معايا التمبلت بتاع الشكل ده جاهز. انت اديني بس التكست وانا احطه لك في التمبلت دي. حلو. طب انا عايز مثلا دلوقتي انا قدمت في الجورنال واترفضت، عايز اقدم في جورنال تاني بتاع اي تريبل اي، ولا يهمك، غير بس لاين اوف كود واحد في الاول، قول لي انت عايز صمت فين، وانا هظبط لك بقيه البتاع كله على التمبلت دي. يا لهوي ده دلع جدا. حلو. طب الايمجز، عايز هحط لك الايمجز بالطريقه اللي المفروض ريسبكتد في البيبرز. يعني الايمجز يوجولي بنقول ايه، الايمجز يوجولي بتتحط يا في اول الصفحه يا في اخر الصفحه. ده المتعارف عليه في الريسيرش يعني. نادرا ما تلاقي ايمج في نص الصفحه،
ده غريب يعني. يوجولي هي بتاخد يا اما في اول الصفحه، يعني حسب بقى البيبر، مثلا هي 1 كولوم او 2 كولومز وات ايفر، بتبقى الايمج يا هنا يا هنا. او ممكن لو هي 1 كولوم بتبقى فوق او تحت، او ساعات في 2 كولومز مثلا ممكن يبقى عندك لو 2 كولومز تلاقي مثلا هنا وواحده تانية هنا مثلا، يعني اللي هو في الكولوم بتاعها يعني. فدي كلها اوبشنز. والسايتيشنز او لو انت مثلا عايز تحط كابشن للصوره وعايز تعملها سايت في التكست، افرض مثلا انا دلوقتي حطيت الصوره دي وكتبت عنها حته هنا، فهي دلوقتي مثلا هي فيجر 5 في الوورد، انت لازم تكتب ان دي فيجر 5 وتكتب هنا فيجر 5 برضه، صح؟ لو انا حطيت صوره هنا بقى، لو زودت صوره قبليها دلوقتي بقت فيجر 6، فلازم اغيرها هنا واغيرها هنا واغير كل اللي تحتيها. يعني الصوره دي بقت فيجر 7، كل اللي تحتيها اتغير. ده حاجه مزعجه جدا. طبعا في وورد جواه اوبشنز عشان تواجه الحاجات دي برضه، بس هي مش سهله زي ليتكس، او مش سيمليس، او سهله، او مش ناتشرال زي اللي موجود في ليتكس يعني. فهو بيظبط لك الارقام بتاعت الكابشنز والترتيب بتاعها والستراكشر بتاع الدوكيمنت والايمجز والتيبلز والكلام ده كله. وده كله بيعمله لك، بس انت بس ايه بقى الدروباك؟ ان انت الانترفيس بتاعك بقى شبه كود شويه، او يعني هو انت عندك بتكتب التكست بتاعك وبتستخدم شويه سينتاكس معين عشان تزود الايمجز والتيبلز والحاجات دي كلها. بس وانس ما انت اتعودت على السنتر ده وظبطته، خلاص انت كده تعيش حياتك يعني. دي فكره ليتكس، وده انا شايف ان هو يعني غالبا هتلاقوا في احد الكومبيتيشنز او احد السكشنز اللي موجوده في يونيفايد ان احنا هنديكوا زي انتروداكشن كده لليتكس، وسهل يعني الموضوع بجد سهل. واللي يقول لك ليتكس صعب ده يعني، بص خلينا ما نقولش، خلينا برضه واضحين يعني. هو ال ايه اسمها، هي الانتري بارير صغير، بس السكيل كاب عالي. يعني دي حاجه بتتقال في الجيمز ساعات يعني. اللي هو انت عشان تستخدم ليتكس مش عشان تكتب عارف كتير، بس لو عايز تستخدم ليتكس للماكسيمم بوتنشال بتاعه وتعمل حاجات بقى اللي هي جبارة الجبارة يعني، ده هياخد سكيل كتير. هي دي ده معنى اللي انا لسه قايله يعني للناس اللي هي ما بتلعبش جيمز. أم فبس يعني، فده كده شويه ايدياز عن ليتكس ايه هو وكده يعني. فليتكس ده هو يعتبر كومبايلد لانجويج، يعني كانه زي بروجرامينج لانجويج كده. فانت ممكن تستخدمه عندك لوكالي وتكمبايله عندك في اديتورز موجود عشان تعمل الحوار ده وكده يعني. بس الاوبشن اللي متعارف عليه وانا تلاقي ناس كتير بتستخدمه اللي هو اسمه اوفرليف. اوفرليف ده ويب سايت اونلاين، ولا هنشوفه كمان هنشوفه دلوقتي يعني. بيديك اوبشن انت تستخدم ليتكس اونلاين ويعملوا لك هو كومبايليشن وكل حاجه. وبرده معاه شويه سبورت ان انت مثلا لو بتقدم مع جورنال معين، جورنالز الكبيره خالص زي نيتشر مثلا او شبرينجر او حاجه زي كده، ساعات بيبقى هو عامل لك اوريدي، يعني هو بيبقى اوريدي جواه التمبلتس دي جاهزه، بس ممكن حتى من جوه من جوه اوفر ليف قصدي تصمت دايركتلي على الجورنال. يعني ساعات يعني او بيقول لك مثلا انستراكشنز ازاي تصمت على الجورنال، يعني هو بيعمل بارتنرشيبس مع الجورنالز دي عشان يعرف يصمت. فهو اوفر ليف هو بلاتفورم معمول عشان الناس اللي شغاله في الريسيرش اللي عايزه تستخدم ليتكس. هو حاجه لطيفه جدا وجميله جدا وفري. طبعا فري بليميتيشنز. الليميتيشنز هي يعني الحاجات اللي هتهمك، يعني ان انت مثلا لو شغال في بيبر، عدد الاديتورز اللي ممكن تحطها ككولابوريشن على البيبر لازم ماكسيمم 2. يعني انت لو انت ومعاك تيم من 5 عايزين تشتغلوا على بيبر واحده، 2 بس فيكم هيعرفوا يعملوا اديت والباقي هيعملوا فيو بس. ده في الفري بلان. لو عايز تكبر البلان بتدفع فلوس وتدي اكسس لبقيه الناس عادي كاديتورز، مبقاش فيه مشكله يعني. بس ده يوجلي يعني في البيبرز احنا كطلبه يعني كبيبرز يوجلي ده بيبقى كفايه. واكشلي زمان هو كان الليميت اكبر من كده، بس دلوقتي بقوا بيرخموا يعني في الحوارات دي بس اخير ان شاء الله مش هيقللوها تاني يعني، بس ده اللي موجود حاليا. وطبعا في برضه ليميت تاني على الكومبايليشن تايم. زي ما قلنا الليتكس ده بيتعمل له كومبايليشن، يعني اللي فيكم خد كومبايلر او حاجه في البروجرامينج، ان هو بياخد الكود اللي انت حاطيه ده ويحوله للدوكيمنت، فده بياخد ده بروسيس فبتاخد وقت. هو حاطط ليميت على الوقت بتاع البروسيس دي. يعني انت عندك دوكيمنت كبير جدا جواه صور كتير وحاجات كتير محتاجه تلود، هياخد وقت كتير. فلو الوقت بتاعك بتاع الكومبايليشن عدى ليميت معين اللي هو اي ثينك يعني كان، مش فاكر يعني، بس اي ثينك كان ما بين I think كان 5 minutes او 3 minutes حاجه زي كده، حاجه في الرينج ده يعني. لو قعد اكتر من الوقت ده بيعمل لك تايم اوت ويقول لك انا مش هينفع اكمبايل ده خلاص. فبس ده ليه حلول يعني. انت ممكن الصور اللي موجوده تشيلها، يعني تعمل كومنت للصور عشان يلود اسرع وتخلص الحاجات بتاعتك وكده، وبعد كده تكمبايله انت بقى لوكالي او تظبط دنيتك بعدين.
او يعني ممكن بقى تدفع الفلوس وخلاص يعني ده برضه اوبشن. يعني في طرق عشان تتعامل مع الليميتيشنز يعني، بس البينيفيتس اكبر بكتير من الليميتيشنز الاوفر ليف، ان انت يكون عندك الكومبايلر جاهز وتستخدمه على طول، ومعاك اوتو كومبليت، وتعرف يعني في تمبلتس كتيره جدا تستخدمها، وبرضه لان برضه ليتكس بما انه كومبايلد لانجويج فهو جواه لايبريز، او يعني هي اسمها في اللغه اسمها باكجز. فالباكجز دي برضو بتستخدمها وبيبقى جواها اكسترا فيتشرز. ليتس سي مثلا انت عايز تimporт ايكونز، مثلا عايز تحط نجوم، انت عايز تعمل ريتنج من 5 نجوم مثلا جوه البيبر بتاعتك، وساعات موجود يعني. ففي هتروح عامل سلاش يوز باكج، وتروح جايب الباكج اللي فيها الايكونز وبعد كده تستخدمها. فهي زي البايثون او زي اي لغه يعني، لو بتimporت وبعد كده بتستخدم، فهي نفس الفكره يعني. ف فبس يعني I think دي كل النقط اللي محتاج اتكلم عنها قبل ما اخش في ليتكس دايركتلي. وده كان انتروداكشن كده بسيط، اتمنى تكونوا فهمتوا الدنيا فيه يعني. وان شاء الله كده كده يعني لما نخش ان شاء الله في الفيديو الجاي في الليتكس نفسه هوريكم شويه من البيبرز اللي انا عملتها، او حتى ليتكس اصلا مش بيبرز بس يعني اكشلي. نقطه كمان، انا عملت السي في او مش السي في يعني، خلينا واضحين، الريزومي بتاعتي عملتها بليتكس. ليه؟ عشان convenient. لو انا عايز ازود حاجه اقلل حاجه الموضوع سهل اعمل كده، وبرضه هي بتخليني احافظ على الليميت بتاع ال1 بيج او ال2 بيج بتاع الريزومي، فده بيبقى لطيف. وفي تمبلتس جاهزه موجوده عشان تستخدمها، عشان لو انت عايز يعني مالكش في الديزاين بقى والالوان والحاجات دي، ممكن تستخدم تمبلت من الحاجات الموجوده وتستغلها عشان تعمل الريزومي بتاعتك. فهو ليتكس مش، ما تعتبروش الريسيرش بس، هو من اكبر استخداماته هو الريسيرش، ولكن هو تول لاي سورت اوف دوكيومنتيشن في اي حاجه يعني. انا كتبت الثيسس بتاعت الباتشلرز بتاعتي في ليتكس، وكتبت السي في بتاعي زي ما قلت بليتكس. يعني ده حاجه جنرال تستخدمها في اي حاجه انت عايزها. و I think كده كل حاجه. I think كده كل حاجه تمام. نخش بقى في البلاتفورم نفسها يعني.